مثل ما عم نشوف اخر فترة الذكاء الاصطناعي عم يتطور بشكل جدا كبير، وانا بهذا الفيديو عن تجربة شخصية اكثر من اسبوع. صار لي اكثر من اسبوع عم بجرب شغلات بالذكاء الاصطناعي، واقسم بالله فرقت معي بشكل مو طبيعي بالنتائج. فبهذا الفيديو راح احكي لكم شو شغلات استفدت منها وشلون انتم ممكن تستفيدوا منها من الذكاء الاصطناعي. وقبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا تنزلوا وتشتركوا، ما ضل شي على الألف مشترك. حرفيا صرنا تقريبا 892 مشترك، ما ضل شي على الألف مشترك مشان كمان نحتفل مع بعض. طيب خلنا نبدأ أول شي بشات جي بي تي، هلا الترند حرفيا بكل مكان. هذا الموقع خطير جدا، يعني أقسم بالله بقعد بحكي معه ساعتين ثلاثة ولا بمل، وبيعطيني معلومات جدا جدا خرافية. يعني حرفيا بيعطيني كل شي بدي إياه. يعني شوفوا، سألته سؤال: ما هي أكثر 20 موضوع عليه بحث في اليوتيوب؟ أعطاني 20 أكثر 20 موضوع عليهم بحث باليوتيوب. يعني أقسم بالله شيء أسطوري، وبالذات لو أنت صانع محتوى أو بدك تبدأ بصناعة المحتوى جدا جدا راح يفيدك وراح يسهل عليك كتير. طيب خلينا نجرب نسأله أسئلة ونشوف شو راح يجاوبنا. وفي شغلة جدا مهمة واللي هي اللغة. في ناس كتير طلعت إشاعات وقالت إنه شات جي بي تي ما في إنه غير إنجليزي. هذا الحكي غلط، في منه عربي. طبعا أنت رح تكتب له ممكن تحكي معي اللغة العربية، هيحكي معك باللغة العربية، وأي لغة تانية يمكن يحكي معك. طيب خلينا نسأله: ما هي خوارزميات اليوتيوب؟ تعال شوف شو راح يجاوب. واو واو واو، يعني عم يكتب لنا كل الخوارزميات بشكل دقيق. تاجس للفيديوهات، المحتوى، وجود تفاعل مشاهدين، مدة مشاهدة الفيديو. يعني هي شغلات حقيقية. طبعا تفعيل جرس التنبيهات. شو تفعيل جرس التنبيهات؟ فانت لو مشترك ومالك فاعل زر جرس التنبيهات انزل فعله. حرفيا يا اخوان هالبرنامج جدا جدا ذكي، والله انه جدا جدا ذكي. يعني فينا نسأله اي شيء حرفيا. طيب راح نعمل سلسلة ستوريات على حسابي الانستغرام. روحوا تابعوني على انستغرام. راح احط لكم على ستوريات شو اسال الاي اي، الذكاء الاصطناعي. فانتوا راح تكتبوا لي انك شو اساله وانا راح اساله. فروح تابعوا انستغرام كتير ضروري. راح تبلش هي الفعالية بعد خروج هذا الفيديو تقريبا بيومين، يعني بعد ما يطلع هذا الفيديو بيومين راح نبلش بهي الفعاليات. طيب لفرضا انت ملان وما عندك حدا تحكي معه، فخل نسأله: احكي لي نكتة. طيب تعالوا نشوف النكتة اللي كتب لنا اياها الذكاء الاصطناعي. هناك ثلاث أصدقاء يتنازعون حول منهم الأكثر ذكاء، فقرروا إجراء اختبار. يا إخوان أقسم بالله ممل. عم يكتب باللغة الفصيح ومالي خلق أقرأ. اقرأوا أنتوا، وإذا ضحك تكتبوا لي بالتعليقات. صراحة ما بعرف شو بدي أسأله. يعني فيني أسأله شو ما بدي. طيب راح أسأله: أعطيني 10 أفكار لمقطع يوتيوب. تعالوا نشوف. قلت خلينا نشوف شو راح يجاوبني. طب عليك 10 أفكار ترند. يا إخوان أقسم بالله ذكاء صناعي مش طبيعي، يعطيك أي شيء. تحديات فريدة وممتعة، نصائح وحيل. يعني جدا جدا انصحك لو انت حابب تبدأ بصناعة المحتوى شو ما كان، جيمنج او مو جيمنج، تبدأ بالذكاء الاصطناعي لقيته كتير حيساعدك ويسهل عليك. وطيب لو حابين انشر لكم مقطع، هذا حكي خطير ترى، انه كيف تطلعوا مصاري من الذكاء الاصطناعي. بنجرب مع بعض، انا ما طلعت يعني بنعمل سلسلة كيف نطلع مصاري من الذكاء الاصطناعي. ببلش انا بشتغل وانتوا كمان بتشتغلوا معي على كل فيديو شو بعمل بتعملوا، وبنحاول نطلع مصاري بالذكاء الاصطناعي. ترى جدا جدا اسطورية الفكرة. كثير ناس عم يطبقوها عم تزبط معهم. مثلا بيع اللوحات، فيك تعمل لوحة ما بتكلفك دولارين عبر الذكاء الاصطناعي، وبتبيعها بمبالغ كبيرة مثل 50 دولار و100 دولار. يعني هذا فكرة بسيطة جدا، ممكن تعمل خلفيات شاشة وتبيعها، ممكن تعمل صور وتبيعها. فلو حابين نبدأ بهيك سلسلة، ترى والله جدا فكرة خطيرة. يعني لا تفكروا انه شيء ممكن يكون سهل عليك، جدا حيتعبني. فلو حابين، هذا الفيديو رح يوصل 100 لايك. اذا هذا الفيديو وصل 100 لايك انا بوعدكم انه رح نعمل سلسلة كيف نربح من الاي اي. وبس والله هي كانت فكرة مقطعنا لليوم. فكرة جدا اسطورية والفيديو جدا حلو. ومثل ما قلت لكم ما ضل شيء على 1000 مشترك يا اخوان، بدنا نحتفل بال1000 مشترك. انزل وفعل زر الجرس واشترك. طيب هون نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سلام.